كان يتناقش مع صديقه فقال له: عندما ينزل الله إلى السماء الأولى يصبح العرش خاليا، وهذا يناقض قول الرحمن على العرش استوى. طيب، شوف كيف تجيبه. تجيبه بطريقتين. الطريقة الأولى، أو بالأحرى بجوابين معا. الجواب الأول، تقول له: الرحمن على العرش استوى، اعرب لي كلمة استوى، فعل ماضي. طيب، هل إذا استوى على العرش يعني أنه سيبقى على العرش حتى ما لا نهاية؟ إذا افترضنا أن النبي الذي أخبرنا بأن الرحمن على العرش استوى أخبرنا بأنه سيذهب عن العرش، نصدقه في الأولى ونكذبه في الثانية؟ فتقول له: أنت راجع إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى. الثانية، كونه إذا نزل إلى السماء الأولى سيترك العرش، من أين جئت بها؟ يقول لك: ما هو العرش فوق. طيب، ألا يستطيع أن ينزل هو والعرش معا؟ ممكن. طب ألا يستطيع أن يشق السماء شقا وينزل؟ ممكن. طب أنت لماذا تتخيل، حاشا لله، دجاجة تنزل؟ الدجاجة إذا نزلت من الطاولة ستصير تحت الطاولة. أنت متخيل هكذا؟ حقيقة هم دائما يحاولون أن يتخيلوا في حيوان هكذا، أو كائن حي، أو كرة مثلا موجودة في مكان، كيف تنتقل من هذا المكان إلى هذا المكان؟ فيريدون أن يجعلوا نزول الله سبحانه وتعالى شبيها بهذا النزول. فتقول له: أنت لا يجوز لك ذلك، أنت تؤمن بما جاء من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا تتكلم في شيء زائد عنه.